حاجة واحدة بس لو غيرتوها اقسم بعز جلالة الله التأثير الإيجابي على حياتكم هيكون لا يقدر بثمن. هو إنكم تبطلوا تهتموا بنظرة الناس ليكم. الكلام ده ليا برضو. كلنا عندنا مقدار معين من الاهتمام برأي الناس فينا بليفل معين. في ناس بتعمل الموضوع ده جامد قوي وحياتها كلها على انها تخلي الناس اللي حواليها يشوفوها بطريقه معينه، وفي ناس تانية بتعمله بطريقه صغيره، وفي ناس تانية بتعمله على كل الناس، وفي ناس تانية بتعمله على ناس محدده مثلا زمايلهم في الشغل، قرايبهم، صحابهم. ليه الكلام ده؟ لانك لو بصيت في حياتك، لو خليت الموضوع ده محرك اساسي بالنسبه لك، هتلاقي نفسك بتحط على نفسك حافز وضغط مالي علشان تركب عربيه معينه، علشان لو مركبتش العربيه دي ممكن الناس تقول عليك كذا، علشان تسكن في حته معينه، عشان لو ما سكنتش في الحته دي الناس مش هتقول عليك كذا، تروح تصيف في حته معينه علشان لو صيفت في الحته دي يقول عليك غلبان، انما لو رحت هنا انت جامد. بتلبس لبس معين. ده مش معناه انك لو لبست لبس معين لو رحت صيفت في حته معينه دي مشكله. المشكله لو انت عملت كده بدافع ان انت تبسط الناس او تخلي نظرة الناس ليك مختلفة. لان في الاول في الاخر لازم تكون مقتنع ان مهما عملت هيفضل جزء من الناس مبسوطين بيك وجزء تاني من الناس مش طايقينك وهيفضلوا يقولوا عليك اي حاجة. مش ساعات بتلاقي ناس عاملة فرح ومكلفة ومقدرة وجايبة وفاهم، في الاخر الناس تقعد اصل البوفيه ما كانش عامل ايه، اصل الزف اثر ايه، اصل هم وفروا في ايه. كل ده بيحصل. فانت حط في عقلك حقيقة ان نظرة الناس ليك عمرها ما هتبقى 100% كاملة. يعني الناس عمرها ما هتبقى راضية عنك 100%. وده حتى عملوا احصائية كده كانت جميلة قوي، بيقولك احتمالية ان الناس يحضروا عزاك في امريكا متوقفة بشكل اساسي على الوزر. يعني لو الدنيا بتمطر انت احتمالية الناس تيجي تزورك في الفيونرال بتاعك اللي هو في العزا بتاعك هتقل جامد. تخيل انت بتموت صاحبهم، مفيش اكتر من كده. فحرر نفسك من السلسلة التقيلة دي. والله هتلاقي نفسك مرتاح، هتلاقي نفسك صحابك اللي بتختارهم هيختلفوا، هتلاقي نفسك قراراتك في كل حاجة هتختلف وهتبقى أخف، هتلاقي نفسك اتشال من على قلبك ضغط ملوش أي 3 لازمة كان محطوط. هتلاقي نفسك عايش حياة مادية ونفسية أروق، وهتلاقي نفسك في الأول وفي الآخر ما بتبذلش مجهود ملوش أي لازمة ونتائجه غير مضمونة علشان تخلي الناس تبقى مبسوطة. ارضي ربنا، ارضي ربنا، امشي على طريق ربنا اللي ربنا كاتبه لنا، امشي بقيمك واخلاقك وركز في الناس القريبين منك قوي وخلاص على كده. وهتلاقي حياتك اوتوماتيك تجذب الناس اللي بتفكر بنفس الطريقة وتبعد الناس السطحية المادية اللي بتنظر لك بنظرة متوقفة على انت ايه وراكب ايه وبتصيف فين وساكن فين والكلام ده كله، مش باصين لشخصيتك ونظافة قلبك والكلام ده كله. صباح الفل.